ويقوم بعض الطلبة بأداء بعض الحركات المهارية بالسلاح وهم معصوبو الأعين. مصر وتركيا صاحبة التاريخ العريق والجغرافيا المشتركة ومهد الحضارات. موتوسيكلات الشرطة العسكرية. تقاطعات فردية ثنائية يتميز فيها قائد الدراجات الآلية بالجرأة والجسارة، ثم تقاطعات ثنائية فتقاطعات ثنائية ثلاثية يتميز فيها قائد الدراجات الآلية بالتحكم والسيطرة على المعدة والإقدام. وفي ساحة العرض يقوم الآن قائد الدراجات الآلية بإظهار مهارات فردية عديدة يتم تدريبهم عليها بكفاءة واقتدار. مجموعة من المهارات الفردية الخاصة يقوم بها نخبة من قائد الدراجات الآلية والتي تحتاج إلى مستوى راق من التدريب. وفي ساحة العرض تتنوع الموانع ما بين الهضاب بأنواعها ومانع الاتزان ومانع السلم الثنائي. ويقدم قائد الدراجات الآلية سيمفونية متجانسة من اجتياز الموانع الصناعية التي تمثل مختلف الأراضي الوعرة التي تواجههم في أراضي القتال. وفي المواجهة ما بين برجي التدريب الجبلي، إحدى مهارات الاتزان لقائد الدراجات الآلية حيث يقومون بالعبور على أحد الكباري المعلقة بين برجي التدريب الجبلي. في منتصف ساحة العرض موانع قتالية على ارتفاعات مختلفة
تمثل القفزة الطائرة ويؤديها أحد قائدي الدراجات الآلية. ثم نموذج آخر في منتصف ساحة العرض من الموانع يمثل السدود والموانع العميقة، قفزة ثلاثية تظهر مستوى الاحتراف لقائد الدراجات الآلية. وبكل الحب والوفاء يقولها قائد الدراجات الآلية لرجال القوات المسلحة بل لمصر كلها: بوركت يا مبارك، حفظك الله ورعاك. عرض القوات الخاصة في سماء العرض تشكيل من طائرات الهليكوبتر المحملة برجال الصاعقة. الآن وفي مواجهة المنصة وعلى برجي ميدان التدريب الجبلي يتم إنزال نخبة من رجال الصاعقة الأشداء بمهمة تنفيذ الاقتحام الرأسي لمبنى محدود المساحة. وفي حرب أكتوبر المجيدة قامت وحدات الصاعقة بتنفيذ الكمائن والإغارات ضد أهداف العدو الحيوية، وقد نال شرف الشهادة 939 شهيدا من خيرة رجال الصاعقة. وكانت أهم المعارك لسان بورتوفيق ومضيق سدر وأبو رديس وغيرها. يمين ويسار سماء العرض طائرتان هليكوبتر بعد التقاطهم مجموعة من رجال الصاعقة بعد تنفيذهم لمهامهم. الطائرة الأولى لجهة اليمين وتقوم باستخدام السلة، أما الطائرة الثانية لجهة اليسار تم التقاطها نخبة من رجال الصاعقة باستخدام حبل العقاد. في ساحة العرض رجال الصاعقة الأشداء يتدفقون في أمواج عاتية يرسمون صورة حية لتدريبهم الراقي. وفي الأمام مباشرة وعلى برجي ميدان التدريب الجبلي ينطلق رجال الصاعقة يستخدمون كافة الوسائل ما بين النزول والصعود من وإلى الارتفاعات العالية أثناء تنفيذ مهامهم المكلفين بها. في ساحة العرض نماذج من المهام الخاصة لرجال الصاعقة ضد مركبات العدو وأفراده. تبدأ باقتحام موتوسيكلات رباعية للعدو من الأمام والجنب بالقفز أعلى الموتوسيكل وعمل سباحة جوية والقضاء على قائد المركبة. ثم اقتحام دوريات استطلاع راكبة للعدو بالمواجهة ومن أسفل المركبة مع عمل خداع لقائد المركبة والركود أسفلها لتنفيذ التعلق وتلغيم المركبة من أسفل. نموذج آخر من المهام الخاصة لرجال الصاعقة يتمثل في اقتراب وهجوم حذر لمركبتي استطلاع للعدو، وذلك بتنفيذ أعمال المراورة من أمام المركبة ثم القفز داخلها من الجنب والسيطرة عليها. فاقتحام مفاجئ لدورية راكبة للعدو والقضاء على من فيها. في ساحة العرض مينيباص محمل بقوة للعدو يتقدمه مركبة تأمين، حيث يتم اقتحامه بواسطة رجال الصاعقة المحملين على مركبة للسيطرة عليه وتدميره. فاعتراض واقتحام لمركبات الاستطلاع المعادية باستخدام السلم المعلق بين المركبتين لنقل القوات وتنفيذ الاقتحام للقوة المعادية. كذلك السيطرة على دوريات استطلاع العدو الخفيفة. ثم اقتحام مفاجئ بالدراجات الآلية لعناصر الصاعقة للاستيلاء على مركبة استطلاع معادية. يسار ساحة العرض قول متحرك للعدو ممثل في مركبتين تم اقتحامه باستخدام عناصر الصاعقة المحملة على دراجة آلية. ومن يسار المنصة تتقدم مركبة معادية تمثل دورية للعدو يقترب منها رجال الصاعقة بواسطة ظهورهم المفاجئ حيث يتم اقتحامها. الاشتباك الحر
مجموعة من رجال الصاعقة يقدمون مهارة القتال المتلاحم باستخدام الأسلحة والمعدات المبتكرة. عشت لمصر قائدا وزعيما وباعثا لنهضتها الحديثة. في مواجهة المنصة وفي سماء العرض تتقدم مجموعة من مقاتلي المظلات بمعدات الدلتا في تشكيل المعين يظهر مدى ما يتمتع به هؤلاء الرجال من مهارة في السيطرة على معداتهم. وتمتلئ سماء العرض الآن بالقافزين الحر لرجال المظلات. في مواجهة المنصة مجموعة مختارة من مقاتلي المظلات يقومون بتنفيذ أعمال المناورة الحادة وتغيير الاتجاه وتنفيذ التقاطعات بين جميع عناصر التشكيل. في سماء العرض وفي المواجهة ولأعلى نشاهد قافزين ينفذان تشابك الهبوط الثنائي الحاد يحملان علم جمهورية مصر العربية وعلم تركيا يحتضنان في عنان السماء بطول 30 مترا. كما نشاهد أيضا صورة من التشابكات الجوية التي تظهر مدى السيطرة على المظلة، تتمثل في التشابك الرباعي بالمظلات والذي يظهر في مواجهة المنصة ولأعلى. ويصل إلى ساحة العرض الآن أحد القافزين حاملا علم جمهورية مصر العربية وعلم تركيا، دليل راسخ على عمق العلاقات الأزلية التي تربط بين الشعبين الشقيقين. ويظهر الآن في سماء العرض ولأعلى وفي مواجهة المنصة صورة أخرى من التشابكات الجوية، تشابك حرف تي والمميز بمظلات علم جمهورية مصر العربية. واليوم وفي احتفال تخرج الدفعة 104 حربية نهدي لسيادتكم أكبر تشكيل مظلي في سماء مصر والشرق الأوسط حتى الآن. إنه تشكيل المعين لعام 2010 والذي يظهر الآن بوضوح في مواجهة المنصة. ولليمين قليلا 36 مقاتلا في تشابك مظلي تتميز مظلاتهم بالألوان البرتقالية والصفراء والزرقاء والحمراء وعلم جمهورية مصر العربية، يحتفلون بخريجي الكلية الحربية. وتبلغ أبعاد هذا التشكيل 60 مترا في الارتفاع و30 مترا في العرض. ومما هو جدير بالذكر أنه قد تم دخول مصر ضمن موسوعة الأرقام القياسية في رياضة تشابك المظلات في المحاولة العالمية لتسجيل الرقم العالمي الجديد لتشابك 100 مظلة. وقد تحصل فريق القفز الحر على المركز الأول في العديد من البطولات العالمية والدولية لتشابك المظلات التي اشترك فيها، وكان آخرها بطولة العالم بهولندا عام 2008، بطولة آسيا بدولة الإمارات عام 2008،
وبطولة أمريكا المفتوحة عام 2009. ويقوم تشكيل المعين الآن بمواجهة المنصة والمميز بالدخان البرتقالي. رجال 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 من كل الأجيال. إنها الانطلاقة الحرة الواثقة لرجال المظلات الذين يفخرون بشرف الانتماء لقواتهم المسلحة ولمصرهم الغالية. مصر يا قرة العين وغايتها، يا من دونت تاريخ الكون من القدم، حضارة شهدت لها الدنيا بعظمتها، ونيل كريم يفيض بالخيرات والنعم، أمة عظيمة في ريادتها، وقائد حكيم مبارك الأخلاق والشيم. قائد تقط جنود، وجود يملى الوجود، في العمق وعلى الحدود ما بيعرفوش محال، وتعبهم اسمه كفاح علشان مصرنا ترتاح وتحقق أغلى نجاح. رجال في كل مجال، الجيش المصري رجال 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 رجال، أسود ونسور أبطال، رجال رجال رجال، أوتاد في الأرض ثابتة والخطوة تهز جبال. عرض الموسيقات العسكرية، ويبدأ بنوبة تحية النسر. عرض موسيقي لطالبات المدارس الثانوية العسكرية للتمريض، اللائي يتم تنمية مهاراتهن الموسيقية خلال الساعات المخصصة للهوايات بالتعاون مع إدارة الموسيقات العسكرية. ولأول مرة فرقة حامل الدبوس عصا القيادة.
العرض العسكري. نشيد الأرض الطيبة. الشرف الوطن. تمام يا فندم. عميد طارق رمضان محمد، أقدم المعلمين العسكريين. أستأذن في بدء العرض. قيادة طابور العرض العسكري ومجموعة حملة الأعلام يتقدمهم علم القوات المسلحة، رمز عزتنا وكرامتنا، فعلم الكلية الحربية، فمجموعة أعلام كتائب وسرايا الطلبة. دمت يا مصر، دمت يا أعز الأوطان، ودامت أعلامك ترفرف في سمائك، تسمو وتزهو عالية خفاقة في عنان السماء. ويتقدم طابور العرض العسكري على نشيد الجيش، كلمات الشاعر فاروق جويدة وألحان الموسيقار كمال الطويل.
ختامية رائعة. في الأرض قوات العرض، وفي السماء يظهر في مواجهة المنصة ولأول مرة تشكيل المعين لمقاتلي المظلات. في مقدمة ساحة العرض الطلبة الخريجون، وخلفهم باقي الطلبة من السنوات المختلفة بالكلية. وأمام قاعدة العلم حرى الشرف الكلية والطالبات الجامعيات. يمين ويسار قاعدة العلم رجال الصاعقة ورجال المظلات، وعلى الجانبين قائد الدراجات الآلية. من قلب رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين يثبتون كل يوم أن العسكرية المصرية هي المدرسة العليا للوطنية وعرين الأبطال والشهداء ومصنع الرجال في كل العصور والدرع الواقي لأمتنا الواحدة والعين الساهرة ليل نهار للحفاظ على المقدسات والحقوق العربية وصيانة مسيرة التعايش والتقدم. الكلية الحربية جنبان سلاح. كبير معلمي الكلية الحربية لإعلان نتيجة التخرج. صدق السيد المشير حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على نتيجة امتحانات التخرج لطلبة الكلية الحربية والبعثات الدفعة 104 حربية. دفعة الفريق أول محمود شاكر عبد المنعم ومنحهم بكالوريوس العلوم العسكرية، وقد بلغت نسبة النجاح من الطلبة الذين استوفوا شروط الامتحان النهائي 100%. كما صدق سيادته على نتائج الطلبة الجامعيين الدفعة 96 أطباء أسنان، صيادلة، أطباء بيطريون، رئيسات تمريض، والدفعة 68 مهندسين، والدفعة 56 مختلط، ومنحهم شهادة إتمام الدراسة العسكرية، وقد بلغت نسبة النجاح 100%، والله ولي التوفيق. الكلية الحربية كتفان سلاح. أعاهد الله على أن أحافظ على تقاليد كليتي في الداخل والخارج منفذا للأوامر العسكرية مطيعا لأوامر قادتي مؤمنا بشعار كليتي الواجب الشرف الوطن. وهكذا تم تسليم القيادة من الدفعة 104 حربية دفعة الفريق أول محمود شاكر عبد المنعم إلى الدفعة 105 حربية دفعة الفريق محمد إبراهيم حسن سليم. وها هو علم الكلية الحربية برفقة القيادة الجديدة. مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة
لإعلان قرار التعيين ومنح الأنواط لأوائل الخريجين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يلي: أولا، تعيين خريج الكلية الحربية الدفعة 104 حربية دفعة الفريق أول محمود شاكر عبد المنعم في رتبة الملازم تحت الاختبار بالقوات المسلحة اعتبارا من 30/6/2010. ثانيا، تعيين خريج الكلية الحربية الدفعة 68 مهندسين والدفعة 56 جامعيين مختلط في رتبة الملازم أول تحت الاختبار بالقوات المسلحة اعتبارا من 30/6/2010. ثالثا، تعيين خريج الكلية الحربية الدفعة 96 أطباء أسنان، صيادلة، أطباء بيطريون، رئيسات تمريض في رتبة الملازم أول تحت الاختبار بالقوات المسلحة اعتبارا من 30/12/2009. عدد طبيبة دعاء عبد الفتاح عبد الغفور عبد الرحمن، فيكون تعيينها في رتبة النقيب تحت الاختبار لحصولها على درجة الماجستير قبل التحاقها بالكلية. رابعا، منح أوائل الخريجين المذكورة أسماءهم بعد نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية: من الدفعة 104 حربية ملازم تحت الاختبار أحمد عبد النبي محمد عبد النبي. ملازم تحت الاختبار الحسن صلاح محمد حسين. ملازم تحت الاختبار عبد العزيز آمال عبد العزيز يوسف. ملازم تحت الاختبار حلمي رمزي عبدو دياب. ملازم تحت الاختبار محمد علي محمد العزب. ملازم تحت الاختبار محمد حسن عطية أبو علي. ملازم تحت الاختبار عمرو حسين علمي حسين. من الدفعة 68 مهندسين ملازم أول تحت الاختبار محمد السيد عبد العظيم. من الدفعة 56 جامعيين مختلط ملازم أول تحت الاختبار محمود فتحي أحمد عثمان. من الدفعة 96 أطباء أسنان، صيادلة، أطباء بيطريون، رئيسات تمريض. ملازم أول طبيب تحت الاختبار أحمد مصطفى محمود نافع. ملازم أول صيدلانية تحت الاختبار أميرة عادل عبد الرحمن السيد. ملازم أول رئيسة تمريض تحت الاختبار رندا محمود علي السيد. خامسا، منح نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية لأوائل خريجي الكلية الحربية من البعثات العربية تقديرا لأدائهم واجباتهم بتفان وإخلاص أثناء دراستهم بالكلية: من الدفعة 104 حربية من دولة جزر القمر صالح آدم يوسف. من دولة فلسطين إياد صالح موسى شلويت. من الدفعة 56 جامعيين مختلط. من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أيمن محمد سالم سلمان. الله يبارك فيك. جميعا كيف نفي قواعد المجد وحده وهناك الأغرار في سالف الدهر كموج الكلام عند التحدي وهناك الأغرار في سالف
ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وصف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي وغبات الأهرام في